في لحظة في حياتنا بنقف ونسأل نفسنا، هل اللي بعمله ده هو الصح وبيفيدني ولا بمشي الدنيا وخلاص؟ أهلا بيك يا صديقي في أدرينا قف، حيث القهوة والكتاب وتغيير الذات. معاك أحمد رجب، وفكرة القناة إننا بنجيب كتاب نقرأه ونتعلم منه علشان نعيش الحياة بوعي مش بالصدفة. أنا مش جاي أقولك تعيش إزاي، بس جاي أقولك في طريقة تانية تشوف بيها الدنيا صح، وخلي البداية تكون من هنا. كتاب فن اللامبالاة، كتاب بيكسر قواعد كتيرة، بيبدأ بجملة تحسها ضد كل اللي اتعلمناه وبيقولك فيها لا تحاول. وده مش تشجيع على الكسل، ده بيشرح الغلط اللي بنعيش فيه كل يوم. مارك مانسون بيبدأ كتابه بقصة الكاتب الأمريكي تشارلز بوكافسكي، ربي عزيز يكون نطقت الاسم صح، الذي عاش حياة مليئة بالفشل والإدمان والعلاقات الفاشلة، ورغم ذلك كان عنده حلم واحد بس، انه يبقى كاتب. وقدم اعماله لسنين طويلة، ولكن للأسف كانت بترفض رفضا تام. لكن في سن الخمسين وبعد معاناة طويلة، نشر صغير قرر يراهن عليه، ومن هنا بدأت قصته تتغير، ونشر أول رواية ليه بعنوان مكتب البريد، وبدأ ينجح ويتشهر، والناس بدأت تقول عليه صوت الواقع. وعلى الرغم من هذا النجاح، لما مات قرر يكتب على قبر دونت تراي، لا تحاول. ليه كتب كده؟ لأنه مؤمن إن الهوس بالمثالية بيفسد الحقيقة، وإنك لما تحاول تبقى حد مش أنت، فأنت للأسف مش بتطور من نفسك، أنت بتهرب. زمان قالوا لنا احلم وكافح وخليك دايما الأفضل، بس محدش قال لنا إن لو الحاجة دي مش ليك سيبها. أيوة سيبها، مش كل حاجة تستحق السعي. النجاح الحقيقي يا صديقي إنك تمشي في طريقك مش في طريق غيرك. مش لازم تبقى مليونير ولا مشهور، لكن لازم تبقى مرتاح، ولازم تفهم انك مش فاشل حتى لو عرفت تقول انا مش عايز ده. قانون العكس اللي مارك مانسون بيسميها في كتابه بالحلقة الجحيمية. مارك مانسون بيقولك انك كل ما تحاول تبقى مبسوط بتحس انك تعيس ومش مبسوط كفاية، وكل ما تحاول تبقى واثق في نفسك بتحس انك ضعيف اكتر. يعني مجرد انك بتحاول توصل لاحساس معين، ده معناه انك مش حاسه اصلا. يعني مثلا لما تقول لنفسك انا مش خايف، انا مش خايف، فتلاقيك اصلا تترعش من جواك. الرسالة اللي مارك عايز يوصلها في كتابه انك لما تدور على السعادة لمجرد الهروب من التعاسة، السعادة مش بتيجي. لكن لما تتقبل التعاسة وتحس بيها، ساعتها هتبدأ ترتاح، وتبدأ السعادة تيجي لوحدها. قال الله تعالى في كتابه العزيز آيتين اتنين بيلخصوا كل الكلام اللي مارك مانسون بيقوله. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. في حياتنا بنقابل مليون حاجة تستفزك وتزعلك، بس يا ترى هل كل حاجة فعلا تستحق ان احنا نضيع فيها طاقتنا؟ اكيد لا. مارك بيقولك انت مش مطالب تهتم بكل حاجة، اختار بعقلك ايه اللي يستاهل تعبك. وزي ما قالوا اجدادنا زمان، اللي يقدر على قرصة النملة ما يتخانقش مع التمساح. لو بتقيس نجاحك بمرتبك او عدد الفولورز، يبقى هتعيش في دايرة ما بتخلصش. مارك بيقولك حدد انت مين، ايه المبادئ اللي ما تفرطش فيها، وايه اللي يرضيك من جواك. يعني بدل ما تسأل الناس شايفاني ازاي، اسأل انا شايف نفسي ازاي. الفكرة يا صديقي مش انك تستسلم، لا خالص. الفكرة انك تفهم ان مش كل حاجة في الحياة هتمشي على مزاجك، وبدل ما تعيط على اللبن المسكوب، قوم ونصف وتعلم وكمل. مارك مانسون بيقولك في كتابه انك لما تفهم ان الألم جزء طبيعي من الحياة، هتبطل تهرب منه وهتبدأ تتعامل معاه بالعقل. يعني باختصار يا صديقي، ما تبقاش تموت نفسك علشان شخص مش شبهك. اختار تعبك وعيش على قد قيمك، وسيب الباقي على ربنا سبحانه وتعالى. بس استنى، في الحلقة الجاية هنتكلم عن السر اللي بيخلي ناس كتير ناجحين من بره ومتدمرين من جوه، وهنعرف ليه ساعات الجرح اللي بتحاول تهرب منه هو المفتاح الحقيقي للتغيير. فلو عجبك المحتوى ما تنساش تجيب القهوة المرة الجاية، وتسيب لايك واشتراك وكومنت تقولي ايه الحاجة اللي بتضغط نفسك فيها ومش عارف ليه.